بالشان الميدالية الذهبية، ولا يضره أنه يأخذ المركز الثاني والميدالية الفضية في هذه المنافسة. راكم من التجربة الشيء الكبير في هذه السنتين، يعني اشتغل مع مستقبل كرة القدم المغربية، يعني اللاعبين الأولمبيين من لاعبين تيمارسوا في أوروبا. نتمنى من الله باش أنه الأمور تبقى غادية في هذا الاتجاه هذا، ويجيو مدربين آخرين إن شاء الله اللي حامل المشعل إن شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لأن المنتخب الأردني محتاج أكثر، فما متفقش معك. احنا عندنا لاعبين محتاجين أكثر لهذا اللقب هذا، عندنا لاعبين والأسباب مختلفة وكثيرة كثيرة كثيرة، ما يمكنليش نذكرها لك، لأننا كناخذوها كذلك كمعيار من أجل تحميس اللاعبين ديالنا أكثر وأكثر، بغوا اون موتيفاسيون دو بلوس. فكون على يقين بأن الرغبة اللي كاينة في داخل المجموعة أكثر من الرغبة اللي كاينة عند المنتخب الأردني، رغم أنني كنتفهم كذلك الرغبة اللي كاينة عند المنتخب الأردني بسبب عوامل كثيرة. شات جي بي تي نرحب فيك، معاك استاذ العرب من قناه دبي رياضيه مباشر. من راح يكون سعيد الحظ في نيل لقب كاس العرب 2025؟ واريد ان تختار منتخب واحد من المنتخب المغربي او المنتخب الاردني. حياك الله أستاذ العرب. بصراحة التوقعات تميل لصالح المنتخب المغربي، خاصة مع الأداء المميز اللي قدموه خلال البطولة. شوف هذا اللي ما سمعنا له يا زميلي عبد العزيز. حتى الشات جي بي تي الذكاء الاصطناعي يقول اللقب اقرب للمنتخب اسود الاطلس. فخلينا نقول هذا هو الواقع وهذا الذكاء الاصطناعي، لكن بالامر تحت اقدام لاعيبه المنتخب الاردني وايضا المنتخب